في ملتقى الفلكلور الأول فراتيات. وعلى سيرة الفرات، نهر الفرات، قال الشاعر الجواهري واصفا الفرات بالفرات الطاغي في قصيدة نظمها عام 1935 يقول فيها: طغى فضعف منه الحسن والخطر، وفاض فالأرض والأشجار تنعمر، وما الفرات بمستطاع فمحتضد، ولا بمستعبد بالعنف يقتصر. كم من المعارك شن الفن غارتها على الفرات ولكن كان ينتصر. الفلكلور أيها الحضور هو الإرث الثقافي المنبثق عن الأجداد. الفلكلور هو صوت التراث والهوية التي تنتسب لحضاراتنا الغنية في بلدنا سوريا وفي منطقتنا الفرات، ويتم نقله من جيل إلى آخر كما نقله أجدادنا. هنا يعد هذا الملتقى أحد الملتقيات التراثية الفلكلورية التي تترجم قوة العلاقات الاجتماعية في منطقتنا وتعكس التلاحم عبر التراث المادي والمعنوي الذي يجمع بين شعوب المنطقة وتمسكهم بالموروث الثقافي والفني والاجتماعي وتحافظ عليه. نرحب بكم في مناسبة تعكس أصالة تراث شعوبنا الأصيلة. إن هذا الملتقى حدث يؤكد أن تراث الأمم ورصيدها الحضاري والثقافي جزء لا يتجزأ من هويتنا الأصيلة، تراث صنعه أهلنا عبر التاريخ. إن عمق الروابط التاريخية التي تجمع شعوب منطقتنا هو صون للتراث، والمحافظة عليه أمانة وحق للأجيال المقبلة، وهي هدف من أهداف برنامج حزب سوريا للمستقبل. قالت لي: أسود وسوادي هبة خالقي وأحس بالرضا. أم الشهيد افرحي لا تحزني، أنت اليوم